في بهدله وتعوير ناس كتير. الفيديو اللي هوريه لحضراتكم بيتقال انه كان اول امبارح على الدائري. انا مش هاممني هو كان فين، يعني ايا كان الطريق اللي كان موجود عليه، انما بقينا بنشوف الموضوع ده كتير، والموضوع ده بقى خطر جدا وما بقاش ينفع يتسكت عليه، لانه بقينا بنشوفه حوالينا من خلال انواع مختلفه من الاشكال. يعني مثلا ممكن تبقى موتوسيكلات، ممكن تبقى عربيات. يعني كم واحد دلوقتي بقى بيشوف بالليل وانت معدي عربيتين بيجروا ورا بعض؟ انت عارف عربي بيبقوا صغيرين كده وصواريخ بقى، اللي هو انت لو يعني عملت كده او كده يمين او شمال عربيه منهم هتطير في الهواء 100 مره. فطبعا اللي بيجرى دلوقتي في شوارع مصر كتير. المساله يا جماعه ليست مساله قانون، المساله ببساطه هي مساله سلامه، مساله ان ممكن ناس تموت، ممكن ناس تبقى يجي لها عاهات مستديمه. احنا ابتدينا نشوف الكلام ده. ادي افتح الشاشه كلها لو سمحت، ادي اللي كان بيحصل على الدائري اول امبارح. شايفين الموتوسيكل عامل ازاي؟ احتفالات، وبص بص عامل ازاي وهو سايق. ده اي واحد فيهم هيقع هيبهدل الشارع كله، يعني مش الموتوسيكل بس اللي هيتبهدل، ده هيبهدل الشارع، يعني هيجيب اللي وراه واللي قدامه عربيات وموتوسيكلات يموت فيها 10 12 بالميت. هذا الامر بص عامل ازاي، هذا الامر بقينا نشوفه كتير. وانا مش بدور على ان احنا نظبط الناس ديت او نبضع، لا، انا عايز نحمي البشر من نفسها. وبعدين اذا كنت انت متهور، اذا كنت انت يعني مش حاسس بخطوره، انت ممكن اي عربيه وراك تروح في 60 داهيه. ما هي العربيه ديت يوم ما انت يعني ما انت اصلك مش ايفل كنيفل، يعني مش ان انت ممكن الموتوسيكل ده ما يقعش منك. ناس كتير بيقولوا لي اصل دي زفه، يعني دول بقوا بيتم الاستعانه بيهم للزفات. ايه الزفات الخطر دي يا جماعه؟ نفس الحكايه بتحصل في العربيات، تبقى طالع تلاقي فجاه العربيه يمين شمال يمين شمال وممنوع تعدي منه، علشان بره في جريمه اسمها القياده المتهوره. هي مش قضيه ان انت بتقود بتهور، قضيه ان انت معاك سلاح. الموتوسيكل ده والعربيه دي سلاح. ست مثلا سايقه خايفه معاها عيالها، فجاه انت عملت قدامها حركه راحت قلبه الدركسيون ونطه من فوق المحور، ماتت هي وعيالها. مين يدفع ثمن ده؟ مين يقدر يعني يسمح بالكلام ده؟ الحمد لله دلوقتي احنا طرقنا كلها دلوقتي بقت موجود فيها كاميرات. وبعدين بقى في حاجه غريبه برضو بمناسبه الكاميرات، في الكاميرات اللي هي بتعمل الفلاش دي بقى بيحصل حاجه عجيبه جدا. ناس كتير متخيله ان الفلاش اللي بيحصل في الكاميرا ده رادار، فيبقى ماشي بسرعه 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 وانت ماشي وراه، وبعدين فجاه يروح مهدي. اصل ده يا عم لا، ده هو بيصور كل واحد معدي. هو الفلاش ده هيفضل ينور على كل العربيات عشان يبقى شايفها وهي معديه. اشياء خطر جدا بقت بتتعمل في الشارع المصري وكله كوم، والعربيات اللي بتسابق بعض بقالها بالليل كوم. الدنيا مش هتستقيم غير لو مره تم القبض على زفه من دول او ناس من دول ويعرفوا ان الله حق، ويتعرف بقى انه خلاص الكلام ده غير مسموح بيه في الطرق خالص، ده ممنوع تماما. هذا الامر خطر، ودول زي اللي في ايده مسدس، اللي رافع الموتوسيكل ده وعامل بيه حصان. طب انا اول امبارح واحد مش حصان بقى، فجأة لقيته جنبي كده وراح نايم على بطنه على الموتوسيكل وعامل لي كده. طب انا اعمل ايه؟ يعني انا اعمل فيه ايه يعني؟ طب انت لو لحظة يعني انت اصلك مش من سيرك الحلو، اختل توازنك، حصل اي حاجه بقيت انت تحت العربيه وبقيت انا فوقيك وحصل كارثه. فما بقيتش فاهم بصراحه الموضوع ده، موضوع الافراح
موضوع الزفات، موضوع العربيات اللي بتسابق بعض، السباقات اللي بتتعمل، بقينا موجودين في فاست اند فيوريوس دلوقتي وفان ديزل ومش عارف مين. ده خطر جدا، وانا بقول لحضراتكم انه قريب جدا، واذا ما كانش حصل مصايب قبل كده ففي مصايب لازم هتحصل من ده. دي حكايه. بنتنا ميار الشريف بطلة التنس العالمية، احنا متابعينها بقالنا شهور وسنين، تتقدم من نجاح إلى نجاح، وتتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس. مؤخرا فازت ميار ببطولة ألمانيا للتنس، وتقدمت درجات كبيرة، وطبعا بتحقق نجاحات وبتلعب قدام بطلات عالميات، وطبعا بتقدر انها تعمل اشياء جميلة جدا. معانا ميار الشريف وبنهنيها. ميار اهلا بيكي. هاي يا عمرو، ازيك؟ الف مبروك. متشكرة جدا متشكرة جدا. كلمينا عن بطولة ألمانيا دي وازاي أثرت على ترتيبك العالمي. والله هي البطولة ما كانتش سهلة، كانت المنافسة كانت جامدة من الأول، والحمد لله الحمد لله قدرت أتغلب على كل الماتشات، بالذات آخر يوم امبارح. ماتش نص النهائي ما كانش كامل، وعشان ان هو ما كانش فيه نوم بالليل، والماتش كان طويل جدا، فلعبت بقيه الماتش ده، وبعد كده لعبت النهائي، وبعد كده لعبت النهائي الزوجي في نفس اليوم. فالبطوله ما كانتش سهله عليا خالص، بس الحمد لله الحمد لله قدرت احقق البطوله في السنجل والنهائي في الدبل. وطبعا اثر على الترتيب بتاعي جدا، والحمد لله قدرت، مش ان انا بس دخلت جوه ال 100 من بقالي شهر، الحمد لله قدرت ان انا اقرب من ان انا ادخل جوه ال 50. طيب يعني لعبت مين؟ برضو عايزين نقول للناس ان المساله مش سهله، الناس ممكن تبقى متخيله انك لعبت ناس مش قويه قوي، فانت عشان تصل بطوله المانيا دي اكيد كان فيها يعني ناس تقيله، يعني بطلات برضو اقوياء يعني. هو كان في على الاقل 3 او 4 جوه ال 100 برضه، في الماتش النهائي لعبت مارتينا ترافيسانتي، طبعا لعيبه ايطاليه جامده جدا، يعني واصله ربع نهائي رولان جاروس السنه اللي فاتت، وغالبه ماريا سكاري، فانت وغالبه غلبتي كوكو جاف. البنت اللي كانت في الدور قبل النهائي في رولان جاروس. ربع النهائي كانت في ربع النهائي، خسرت في ربع النهائي السنة اللي فاتت، وترتيبها اتقدم جدا السنة اللي فاتت، وعاملة نتائج كويسة بقالها فترة، وكسبت ناس كتير، والحمد لله أنا قدرت أتغلب عليها 2 سيتس، مجموعتين لا شيء 6-3 6-2. ميار دايما يتكلموا مع لعيبه التنس على البطولات الاربعه الكبرى، ده يعني نعمل فيهم ايه؟ يعني ازاي نشوفك في البطولات الاربعه الكبرى؟ والله انا كنت لسه بلعب في اليو اس اوبن، للاسف خسرت من اما رادوكان في اخر الدور التمهيدي، البنت اللي هي كسبت اليو اس اوبن في الاخر. فطبعا انا مش شايفه ان انا بعيده، لان انا لعبت البنت دي، وشايفه ان التنس بتاعي مش بعيد خالص عن الليفل اللي الناس التانيه بتلعب فيه، فالحمد لله بالعكس ده بيديني موتيفيشن، وانا بس محتاجه اكسبيرينس اكتر واكتر، والحمد لله انا بعدي مراحل كبيره في التنس بسرعه عن ناس تانية، وانا واثقه في نفسي ان شاء الله ان شاء الله ان النتائج اللي جايه احسن. ميار انت محتاجه ايه، او نقدر نعمل لك ايه، او نساعدك ازاي بحيث ان انت تقدري برضو تحرقي مراحل وتصلي الى بطولات كبيره والى مراكز عظيمه؟ والله انا الحمد لله الحمد لله بجد بشكر ربنا على دعم المصريين ودعم الاعلاميين ليا على طول، ان هو واقفين في ظهري بجد. الموضوع ده بيساعدني انا ومديني موتيفيشن مش طبيعي كل يوم في الملعب، مش بس في الماتشات، في التمرين عايزه على طول اخلي نفسي واخلي الناس فخوره بيا. والحمد لله بما ان انا دخلت جوه ال 100 وقربت ان أنا ادخل جوه ال 50، الرعاه والبارتنرز بتوعي حاطين فيجن ورؤيه ثانيه ل 2021. ان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه كبيره جدا، وتبقى مفاجاه لكل لعيبه التنس في مصر، واي حد في مصر، ان احنا نزق التنس واي رياضه في مصر مش سهله ان احنا نرفعها فوق.
ايه يعني التروفيز اللي قدامك دي، التمثالين اللي قدامك دول ايه؟ ده بتاع السنجلز اللي انا كسبته فردي. امبارح. اه. والعد ده الفردي، نهائي الفردي اللي انا كسبته امبارح. وده نهائي الزوجي. للاسف خسرت على السوبر تايمينج اللي هو المجموعه الفاصله 10-7 على فرق 3 نقط. كانت حاجه بسيطه جدا، بس الحمد لله مبسوطه. مبسوطه بالنتائج اللي انا عملتها، وبشكر ربنا وبحمده على كل حاجه. مهار، اكيد دي لعبه مرهقه جدا، وخصوصا انها يعني البطولات بتتلعب على ايام ورا بعض، يعني ما فيش لعبه الناس بتلعب كل يوم، ف يعني محتاجه اكيد تدريبات، لياقه، محتاجه تغذيه معينه. كلمينا اسلوب حياتك عامل ازاي؟ والله والله يا عمرو، انت مش متخيل. يعني انا النهارده تعبانه قد ايه. مم. يعني انا طول اليوم حتى مسافره النهارده عشان لسه داخله البيت من ساعتين، ومتحمسه ان انا بتكلم. بس انا تعبانه بقالي البطوله 5 ايام ورا بعض بلعب فردي وزوجي كل يوم تقريبا. فمجرد ان انا بلعب فردي وزوجي معنى كده ان انا بقضي اليوم كله في النادي مم. من الصبح. عشان الماتش بيبتدي 11، مش معنى كده ان انا بنزل الماتش الساعه 11. انا بقى الماتش الساعه 11 ده معناه كده ان انا بصحى الساعه 7 عشان ابقى في النادي الساعه 9 عشان اسخن واسخن مع المدرب بتاعي ونتكلم على الماتش. في الاخر بخلص اليوم مثلا على الساعه 7 بالليل، 7 8 بالليل، ببقى مرهقه تعبانه جدا. يعني ماتش النص النهائي ده احنا بادئين الماتش الساعه 5 وانا قاعده في النادي اصلا من الساعه 1، ومخلصين ماتش الساعه 8 بالليل عشان ما فيش شمس. وبعد كده لازم اصحى اليوم اللي بعده عشان اكمل نفس الماتش ده، وبعد كده العب ماتش تاني، وبعد كده العب ماتش تالت زوجي. فطبعا الموضوع مرهق، بس الحمد لله يعني انا التيم بتاعي الحمد لله محضرني بدنيا كويس جدا ان انا اقدر استحمل مجهود زي ده. وانا الحمد لله منتلي، يعني انا في الاخر مصريه. وانا عندي بليف، مصدقه ان احنا كمصريين، لعيبه مصريين بالذات في التنس منتلي اجمد بكتير من ناس بره. نقدر نستحمل اكتر مجهود اكتر، ونقدر نزق نفسنا اكتر من الناس اللي بره. يعني من الاخر احنا يعني بنعافر اكتر من الناس الاوروبيين. لا، هو الشيء العظيم إن الانجاز العبقري اللي انت عاملاه في النساء. يعني احنا كان عندنا نجاحات تاريخيه كثيره في الرجال، فانت عامله انجاز تاريخي دلوقتي في النساء، فانت رمز عظيم لكل فتاه وامراه في مصر، فحاجه عظيمه فعلا وحاجه تفرح. والله شكرا شكرا يا عمرو، انا فخوره جدا بنفسي وفخوره جدا ان انا ان شاء الله جيل ورايا يجي من بنات وستات عايزين يطلعوا في الرياضه بتاعتهم، سواء تنس او مش تنس. بجد ما فيش اي ليميتس، ما فيش اي حدود. اي حد ممكن يقدر يعمل اي حاجه، هو بس كله ان الواحد يصدق ويشوف هو عايز يعمل ايه ويعمل كده. ميار شريف، وانجاز تاريخي وارقام جديده للعبه التنس المصريه، ودايما هنفضل نتابعك ونشجعك ونسقف لك. الف مبروك ميار. ثانك يو. شكرا شكرا يا عم، شكرا شكرا. لك. في موسيقار عظيم اسمه بليغ حمدي، ذكراه هذه الايام. مش مبالغه ان انا اقول لكم انه بليغ حمدي ده كان فلتة في تاريخ الموسيقى المصرية، يعني من علامات الموسيقى المصرية، ولحن لكل القامات الكبرى، منهم سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. هذه الأيام ذكرى بليغ حمدي، وطبعا انا سعيد جدا ان انا بشوف حفلات بتتعمل وبتتعمل كمان برامج عن بليغ حمدي وقدراته في التلحين والحاجات اللي قدمها، ونفضل دايما الحان يعني بليغ حمدي دي نسمعها ونطرب ليها. الجميل ايضا انه هذه الذكرى استدعت فنانة جميلة وصوت جميل احنا بنعشقه وبنحترمه، الفنانة عفاف راضي. عفاف راضي كان بليغ حمدي له يعني دور كبير في ظهورها وفي نجاحها. عفاف راضي هتقدم جزء من هذا
الفضل وهذا الدرس اللي خدته من أستاذها بليغ حمدي في حفل هيتعمل في الأوبرا أظن يوم الخميس القادم. معانا بكل سعادة وبكل يعني تقدير الفنانة الكبيرة عفاف راضي. أهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ سعداء جدا ان حضرتك معانا النهارده. ده انا اسعد والله. كلمينا على فكره الاحتفال وهيكون عامل ازاي؟ والله دار الاوبرا مهتميه جدا بالفنانين العظماء، ويعني بتحتفل الفتره دي بالفنان الكبير، بذكرى الفنان الكبير بليغ حمدي، وكلموني ان انا اشارك في الاحتفاليه. فطبعا سعدت جدا ولقيتها فرصة حلوة ان انا اقابل جمهوري اللي انا بقالي فترة كنت بعيدة عنه. فلقيت فرصة حلوة ان انا اقدم اعمال نجحنا سوا بيها او نجحني من اول الطريق. الفنان الكبير بليغ حمدي وقف جنبي وكان بيقود الفرقة ليا في حفلات كتير جدا، وفي مسرحية ياسين ولدي كان بيحضر كل يوم عشان يقود الأوركسترا، لأن كان عشقه المسرح الغنائي وكان نفسه يعمل مسرحيات غنائية، بس يمكن ما قدرش يحقق الحلم ده كتير يعني. فأنا لقيت فرصة إن أنا أرجع وأقدم أحلى الألحان اللي اشتركت فيها معاه. اكيد دي مساله عايزه جرأه وشجاعه كبيره، وانا عارف ان انت فنانه دقيقه جدا في شغلك وبتحبي كل حاجه تتعمل صح. يعني طبعا يعني المناسبة جديرة بأن الواحد يهتم جدا بيها ويقدم أحسن ما عنده، خاصة زي ما قلت لحضرتك إن أنا بعيدة بقالي فترة، فدي كانت تبقى مناسبة حلوة إن شاء الله إن أنا أقدم أعمال كويسة. هنقدم ايه في الحفله دي يا استاذه عفاف؟ هقدم حوالي 10 أغنيات. رد السلام، وحدي قاعدة في البيت، قضينا الليالي، جرحتنا من السودة، تساهيل، كله في المواني، وحدي. دي اساطير حضرتك بتقولي اساطير. وحدي قاعده في البيت ده وردوا السلام، دي اغاني اساطير، مش اغنيه يعني دي مش اغنيه موجوده في كتاب الغناء المصري، لا دي اساطير. اغاني الحقيقه عملت يعني علامات مع الناس يعني، والناس حبتها. كمان هوا يا هوا طبعا، يعني حاجات كتير ان شاء الله يعني. مش دي هوا يا هوا يا وبور الساعه 12 يا مسافر على الصعيد؟ شوفي حضرتك احنا حافظين ازاي. اكيد اكيد هي اغنيه يعني حلوه الحقيقه. انا من كام يوم كنت في حته وابتدى حد يغني واحده قاعده في البيت، الناس اتجننت يعني. يعني ميزه بليغ حمدي ان الغنى بتاعه يتقال في اي وقت، ما تحسيش انه قديم، هو دائما جديد. ده حقيقي يعني الالحان بتاعته بالعكس كل ما تبقى اكتر واحلى، وبيقتبسوا منها الحان كتير جدا، يعني الجمله بتاعته بيطلعوا منها 10 جمل. والحانه كل ما اروح في مكان الاقي الحانه يعني احلى من الاول، والناس بتحبها اكتر من الاول، يعني فعلا سابق عصره يعني. طب يعني الحفله دي هيبقى فيها مطربات اخريات غير حضرتك، ولا هي حفله لعفاف راضي فقط؟ لا، هي فرقه الاوبرا بتقدم جزء من اعماله، حاجات لام كلثوم واعمال اخرى كتير، وبعد كده باجي انا يعني. ايه اكتر اغنيه حبيتيها لبليغ حمدي ما كانتش ليكي؟ يعني مش اغنيه لعفاف راضي. الحانه كتير قوي قوي الحقيقه فظيعه، يعني مثلا طير المسافر. ايوه دي كانت رائعه. يا حبيبتي يا مصر طبعا. يعني حاجات كتير، علامات الحقيقه يعني. اساطير كلها، مش اغاني عاديه. بالظبط كده. استاذ عفاف، ممكن اسالك سؤال كنت عايز اساله من 30 سنه؟ ويمكن اكتر من يعني. وكمان يمكن اكتر من 30 سنه. اتاخرت قوي كده. لا وقتها يعني وقتها اما حضرتك ظهرتي كان الكلام على انه بليغ حمدي بيقدم فيروز مصر. كان ده الكلام وقتها، انه اذا كان يعني في فيروز في لبنان فاحنا عندنا فيروز. كان اكيد حضرتك فاكره الكلام ده.
جاء الاوان انك تعلقي على هذا الامر والفكره دي. هل هي دي كانت الفكره، ولا كان بليغ حمدي بيقدم صوت جميل للناس وبس؟ لا، هو طبعا في الفترة دي كان محتاج حد أصوات جديدة، عنده أفكار جديدة، وعايز يعني يشتغل بشكل مكثف. هو كان غزير الإنتاج جدا، عايز حد تحت إيده بقى، يعني إيه، اعمل ده اعمل ده، بكرة الصبح نسجل. مش بقى المطربين الكبار لسه على ما ايوه، يفكروا أو على ما يسمعوا واعملي اللي انا عايزه، غني كده او قولي بالظبط كده. كده. بالظبط، بقيت أقول نسخة من طريقته يعني. يعني ده اللي كان في دماغه مش اكتر. لكن يمكن انا صوتي بطبيعه ان انا درست الاوبرا، ففي لمسه مختلفه شويه عن بقيه الاصوات. يعني ايه، برضو الناس قربتها لان ده شكل فيروز، لان فيروز كانت بتغني في الكنيسه طبعا، يعني قريب برضو من الاغاني الاوبراليه، نفس الطريقه. فهنا دي يمكن اللمحه او اللمسه اللي هي كانت متقاربه. لكن هو ما كانش قاصد ده خالص، ويعني ما كانش في دماغه. هو دماغه ان هو عنده افكار كتيره ونفسه يطلعها، وعايز حد كده تحت ايده يعني. فسمع عني، بعد يجيبني، يعني برضو من حظي الحلو ان انا مش انا اللي بقيت اروح للملحنين، لا هو جالي وبعت لي، وقعدوا يدوروا عليا لحد ما لقوني، ورحت له المكتب وسمعته بقى اوبرا، وسمعته موشحات، سمعته يعني حاجات كتير. من ساعتها قال لي انت هنا عندي كل يوم الساعه 8 تجيلي علشان هحطك في حفله لعبد الحليم حافظ. قلت له ايه يعني، انا كده من طالبه يعني لسه ما اتخرجتش اجي مره واحده اطلع مع عبد الحليم حافظ؟ معلش اعفيني. حاولت اهرب واقول له اصل انا تعبانه، اصل انا غلبان، اي حاجه. طبعا طبعا ده قال لي لا خلاص، اسمك اتحط واتكتب ومشيت، وعمل لي رد السلام. يا عيني. وطلع قائد الفرقه في سينما الهمبر في اسكندريه، قائد الفرقه بنفسه عشان يقدمني التقديمه اللي هو حاببها، انها يعني دعم ليا. وجوده على المسرح طبعا ده كان فيه دعم كبير ليا. ما بقاش فيه الاساتذه دول اللي هو ياخد بايد حد ويطلعه لسابع سما. ما عادش فيه المعلم ده او الاستاذ ده. لا، ما كانش فيه. وحتى زمان برضو ما كانش كتير، يعني يمكن بليغ اللي اختص بالحكايه دي، او يعني لحد كبير هو يعني اهتم قوي بانه يطلع اصوات جديده ويقف جنبها ويدعمها كويس ويساعدها بكل الامكانيات. وفي البدايه ما كانش ياخد فلوس من حد ولا اي حاجه، وعايز يطلع فكره معينه وصوت معين، خلاص ما بيهموش اي حاجه بعد كده. فنانة الكبيرة عفاف راضي، بندعو الناس كلها تروح تقضي وقت جميل راقي محترم. صوت عفاف راضي والحان بليغ حمدي. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا قوي قوي، شكرا. قبل ما اطلع فاصل ونتكلم في موضوع تامر عاشور ونستمتع بصوته ورومانسيته واغانيه، عندنا دفتر احوال عدد من القضايا تم البت فيها، قضايا كان ليها طبعا تأثير في الرأي العام المصري. ابتدينا نسمع أحكام المحكمة الموقرة، ابتدت تقول لنا على أحكام في قضايا كثيرة. معانا زميلنا الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك استاذ عمرو، مساء الخير. عندنا اول حاجه براءه احمد بسام زكي، والنهارده ناس كتير بتتداول هذا الخبر وما تعرفش التفاصيل بتاعته. دي كانت قضيه التحرش مش كده؟ هو اولا ما فيش حاجه اسمها براءه احمد بسام زكي. النهارده احنا فوجئنا على بعض المواقع حد بيتكلم من ناحيه قانونيه انه الحكم اللي صادر على احمد بسام زكي اللي صادر يوم 11 ابريل
2021 في حكم بالإدانة على أحمد بسام زكي بالإدانة 8 سنوات بالحبس وبراءة في عدد من الاتهامات. النيابة يا أستاذ عمرو لما بتحيل المتهم بتحيل عن كل وقع، عن اتهامات التحرش، إساءة استخدام التواصل الاجتماعي. فمن ضمن الاتهامات أنه أدين بالحبس 8 سنوات في بعض الاتهامات وحصل على البراءة في 13 تهم. فالنهارده الناس بتقول بتحسب من 11 ابريل ل 11/9 النهارده بيقول لك المده القانونيه هي 60 يوم، 60 يوم دي المحكمه بتحط حيثياتها في 30 يوم ويكون للمتهم حق الطعن على الحكم خلال 30 يوم. وقالوا ان النيابه العامه ما طعنتش. هو مين اللي قال ان النيابه العامه ما طعنتش في هذه القضيه؟ المعروف ان النيابه العامه جهه هي الامينه العامه على الدعوه الجنائيه، هي اللي بتطعن بعد دراسه حيثيات. طب هي طعنت ولا ما طعنتش؟ من المؤكد ان النيابه العامه طعنت في هذه الاتهامات، خاصه ان المتهم طعن نفسه على الاتهامات اللي ادين فيها ب8 سنين. وده مش الحكم الوحيد في القضيه دي على احمد بسام زكي، انه في قضيه تاني شغاله في المحكمه الاقتصاديه محكوم عليه. يعني الكلام المتداول على السوشيال ميديا دلوقتي ان القضيه خلصت وانه احمد بسام زكي خد براءه غير دقيقه. غير دقيق ان هو في حكم بالادانه 8 سنوات ليه وهو طاعن على هذا الحكم امام محكمه النقض. محكمه النقض لم تحدد موعد لنظر هذه القضيه مره اخرى، لانه من الوارد ان النيابه العامه تكون طعنت ولم تصدر بيان للاعلام عن موعد الطعن. هيتضم الطعنين، ولما تنظر محكمه النقض القضيه تنظر طعن النيابه في الاتهامات اللي حصل عليها براءه وطعن المتهم في الاتهامات التي ادين عليها. في قضيه ثانيه لاحمد بسام زكي مدان فيها ب3 سنوات امام المحكمه الاقتصاديه، وده هذا الحكم تم استئنافه من محامي احمد بسام زكي ومحدد ليها جلسه 9 اكتوبر المقبل. يعني اذا في مراحل قضائيه كتير جدا في قضيه التحرش والابتزاز واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في القضيه اللي بدات النيابه العامه تحقيقات وحاله المتهم فيه. النيابه زي ما قلت لحضرتك هي الامين العام على الدعوه الجنائيه، حتى في احكام الاعدام يا استاذ عمرو، ودي مفاجاه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. لو صدر حكم على متهم بالاعدام، النيابه حتى لو المتهم ما طعنش على هذا الحكم، النيابه تتطوع من تلقاء نفسها حرصا على مصلحه المتهم وتطعن لهذا المتهم. فاحنا بنقول لكل الناس اللي هي بتروج ان القضيه خلصت وانه خد براءه والى اخره، احنا طبعا مالناش دعوه يدان ولا ياخد براءه، اللي هتقول عليه المحكمه هو عنوان الحقيقه، انما احنا بنقول انه اللي موجود على وسائل التواصل غير دقيق. غير دقيق بالمرة، ودي مرحلة من مراحل التقاضي اللي أقرها القانون المصري، إنه المتهم يحاكم مرتين، مرة قدام قضية طبيعي عندما يصدر حكم بالإدانة أو البراءة يطعن أمام محكمة النقض، وفي التعديلات الأخيرة محكمة النقض تتولى نظر القضية وتتحول محكمة موضوع. عندما تصدر محكمة النقض حكم في أي قضية يكون هذا الحكم هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه. طب وهو خد براءة في ايه؟ هو في بعض الاتهامات اللي هو كان وقعت التحرش بإحدى الفتيات اللي اسمها آلاء كان واخد فيها براءة. أيضا كان في بعض الاتهامات الأخرى 13 اتهام كان منسوب لأحمد بسام زكي، إفشاء أمور خاصة بالشرف مصحوبة بأي عبارات موجودة، إساءة استخدام التواصل الاجتماعي، تعمد المضايقة، إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والتحرش. الوقائع دي هو اللي حصل فيها على البراءة، وأدين في وقائع أخرى فيما يتعلق بالتحرش والابتزاز اللي هي الحكم 8 سنوات، وهذا الحكم صادر من محكمة الجنايات. يعني إذا ليه قضية هتحددها محكمة النقض قدام محكمة الجنايات، وليه قضية قدام المحكمة الاقتصادية فيما يعرف بإساءة استخدام التواصل الاجتماعي. أستاذ يسري، طبعا خلينا ننتقل في دفتر أحوال لقضية يمكن الناس ممكن يعني تتعلم منها حاجات كتير. قضية الاحتيال اللي كان موجود على مواطنين لهم حسابات في بنك مصر. ممكن تشرح للناس ايه الحكاية وايه الموضوع عشان نقدر نوعي الناس ما يسقطوش ضحية زي ناس اللي هم كان عندهم حسابات في بنك مصر؟ هو بالفعل النائب العام أعلن تفاصيل مهمة جدا في هذه القضية، وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن 5 تشكيلات يا أستاذ عمرو،
5 تشكيلات تخصصوا في الاستيلاء على الاموال، مش في بنك مصر، في بنوك مختلفه. ولكن وقعت بنك مصر بدات ببلاغ من المستشار القانوني لبنك مصر عندما تقدم لمباحث الاموال العامه يتضرر فيه من الاستيلاء على اموال 14 شخص. ال 14 شخص جمله المبالغ اللي اتسحبت من حساباتهم كانت 2 مليون و700 الف من حسابات مختلفه من محافظات مختلفه. الأجهزة الأمنية لما أعلنت قالت إن هو تم القبض على 5 متهمين من بينهم سيدة. المفاجأة إنه في 3 من المتهمين دول كانوا من العاملين في الشركة التي تتولى تنفيذ مهمة الاتصال بخدمة العملاء. ال3 دول منهم واحد استطاع بموجب عمله إن هو يحصل على بعض المعلومات، فبدأ إن هو والاثنين التانيين يبدأوا يجروا اتصالات ويدعوا أنهم من خدمة العملاء في بنك مصر، ويطلبوا منهم بعض المعلومات اللي هي تصحيح بيانات أو تحديث بيانات، ومن خلالها يقدروا يحولوا فلوس العملاء دي لكروت ليهم. لا، من خلالها كمان استطاعوا ان هم يحصلوا على كود الامان الخاص بالحساب، وقالوا ان انا هربط لك الحساب بتاعك بالخدمه البنكيه عشان عندنا اجراءات كورونا ومش عايزين حضرتك تيجي البنك، فتقدر حضرتك عن طريق الانترنت تجري عمليات حساب. فبهذه الحاله استطاع ان هو بقى عنده رقم الحساب ورقم كود الامان والباسورد الخاص بتاع الحساب، فاستطيع ان هو عن طريق السيده عملت شركه وهميه طلبت من الموظفين اللي فيها ان كل واحد يطلع فيزا ويسلم الفيزا ده بحجه ان هي هتحول المرتبات عليهم. شوف الحيله محكمه ازاي. فبدات ان هم ياخدوا الحسابات ويبداوا يحولوا الفلوس دي على الفيز الخاصه بالناس الراغبين في العمل، وبداوا ان هم يسحبوا هذه الاموال من بنوك مختلفه وجمعوا المبالغ دي، وبداوا ان هم يخشوا على مواقع التسوق ويبداوا ان هم عشان كده الناس لازم تاخد بالها انها ما تديش بياناتها الكامله لاي حد يكلمه، خصوصا اللي هو البين بتاع الرقم او الرقم السري بتاعه، لان ده عمر ما في بنك هيكلم حد يقول له اديني الرقم السري بتاعك. لا، وكمان النيابه العامه والمباحث لما تم القبض على المتهمين تم القبض عليهم وعسر بحوزتهم اكثر من 2 مليون 153 الف جنيه. كمان النيابه العامه ودي حاجه جديده ولازم يتم ابرازها في التحقيقات دي، جابت ال 14 مجني عليه وبدات استجوابهم، والمباحث جابت انه في 24 واحد تاني برضه تم استجوابهم. النيابه اجرت ما يسمى محاكاه للعمليه دي يا استاذ عمرو، يعني جابت المتهمين نفسهم عشان تعرف بيتعمل ازاي. في 3 متهمين اعترفوا اعترافات تفصيليه بالواقع، جابت المتهمين وبدات ان هي تجري عمليه محاكاه. الواقعه دي حصلت ازاي؟ طب انا هجيب الاستاذ عمرو، اتفضل ادي حساب الاستاذ عمرو في بنك مصر، اتفضل كلمه. جابوا له تليفون، اتصل بالاستاذ عمرو، استطاع ان هو ياخد البيانات والمعلومات الخاصه بالاستاذ عمرو وبدا يتعامل بالفعل على الحساب في حضور النيابه العامه. دي للمره الثانيه النيابه العامه تعملها، عملتها قبل كده حضرتك لو تتذكر في قطار سوهاج. أيوة. راح ضحيته 18 ضحيه واكثر من 90 مصاب، واجرت محاكاه 14 مره. ان النائب العام ومساعدوه ركبوا القطر على اساس يشوفوا السرعه ويشوفوا السيموفرات شغاله ولا يعني. ده حاجه أكيد. جديده بتقوم بها النيابه العامه على اساس ان هي توصل للحقيقه، وفي النهايه تم حبس المتهمين دول وتم تجديد حبسهم. فيما يعرف بتشكيلات عصابيه اخرى برضو تم الاعلان عن 4 تشكيلات من وزاره الداخليه كانت بتشتغل على قصه الفيز والحسابات دي، وتم القبض عليهم جميعا، وفي بعض المتهمين بيجري ملاحقتهم في محافظات المنيا والجيزه واسيوط وسوهاج. استاذ يسري البدري، دايما عندك التفاصيل الدقيقه جدا لهذه الحوادث، بشكرك شكرا جزيلا على هذه شكرا ليك يا استاذ عمرو. شكرا. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، وسهره مع تامر عاشور، هذا المطرب الملحن المتميز، اغاني كثيره ناجحه بالملايين على اليوتيوب. هنستمتع اليوم بتامر عاشور. الناس اللي غاويه بقى الغنى الرومانسي، الغنى الجميل، الغنى اللي فيه يعني هجر وعذاب والحاجات الحلوه دي كلها، النهارده هيكون عندنا هذه السهره الجميله مع تامر عاشور وفرقه كبيره محترمه هتكون معانا النهارده. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونسيبكم مع جزء من جوله الرئيس النهارده
في الرويسات في محافظة شرم الشيخ. أرجوكم ابقوا معنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مساء بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ. حيث توقف سيادته لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. الله اكبر الله اكبر يا ريس الله اكبر يا ريس. انا عايز اسمع منكم، عايز اتكلم معاكم شويه. احنا شفناك في الدنيا يا ريس. تعال يا مصر تعال يا مصر تعال يا مصر. احنا شفناك في الدنيا يا ريس. خليك يا ريس. السلام عليكم الاول. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب حضرتك يا ريس. طمنينا عايزين ايه؟ انا بالنسبه لي انا مؤهل دبلوم 84. حضرتك لا ليا وظيفه من 84 ولا معاش ولا اي حاجه. حضرتك في السن ده ساب القاهره وجاي بشتغل هنا حضرتك. فنفسي في حاجه استرجع حضرتك. نفسي في اي حاجه. عندي 3 بنات، بنت اتجوزت وبنتين لسه حضرتك. والله ما جهزت فيهم ولا بنت الا اللي اتجوزت حضرتك. الله يخليك. بس نفسي في حاجه حضرتك اعيش بيها عليها الباقي من عمري. الله يخلي حضرتك ويخليك يا رب لمصر ويخليك لمصر يا رب. يخليك لمصر يا رب. انا قاعد في منشية ناصر حضرتك. حتى المشروع الله اكبر اللي انت عملته الاسمرات ما كانش ليا نصيب اخد فيه حاجه حضرتك. احنا بنحبك قوي. بص شايلين بطاقتك اهي. بس حضرتك فانت جزاك الله كل خير عن مصر. الله يخليك. انا عايز سلامتك بالدنيا يا ريس، مش عايز حاجه لنفسي. انا جاي هنا عشان اطمن على البلد. سلامتك بالدنيا كلها يا ريس، بس انا عندي اخ عاجز لا بياخد معاش ولا قبض، وقدمنا له على العربيه اي حاجه بنقدم له عليها رافضينها رسالة. ما اعرفش بيروح يقول لك يعني عنده عجز ما بيشتغلش خالص، عنده شد عصب في رجله من ورا. لا اي شغل لي ولا اي وظيفه ولا اي شيء. انا سلامتك بالدنيا يا ريس. الدنيا هنا اخبارها ايه؟ الدنيا الحمد لله. الامان من ساعه ما انت مسكت. الامان 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 من ساعه ما سيادتك مسكت. امان الامان 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 بفضل من الله. بس ربنا سبحانه وتعالى بيجعل حضرتك سبب ان 100 مليون ممكن يعيشوا الامان. يا رب يديم علينا الأمان. ربنا يدومك علينا يا باشا ويدومك علينا ريس. انتوا عايشين هنا؟ عايشين هنا عايزين نشتغل يا ريس، عايزين يعني نبقى على حريتنا. احنا بنشتغل في الخرده يعني شغلنا تمام، بس يعني انا واحد من الناس لسه في بدايه حياتي ببقى جايب شويه خرده وجاي على البوابه ساعات بيعرضوني بيرجعوني، بس احنا ما في حالنا يعني. حديد حديد بايظ، بلاستيك، كرسي بايظ، مرتبه بايظه، حاجات مستعمله بنجيبها وبنصلحها وكله بياكل عيش يعني زي ما انتوا عندكم هنا غير يعني في سوق ليكم؟ في جوه في دوله لا ما اقصدش. سوق. لا هل في معمول لكم سوق ولا هو كل واحد؟ لا كل اللي بيجي على المكان. الموظفين اللي حضرتك شغالين هنا اللي عايز سرير فرداني دولاب فرداني واحنا بنصنع من الخرده وبنبيع. الراجل الطيب. انا نجار يا باشا. نجار. ايوه. انت من مصر ولا من هنا؟ اسكندريه. اسكندريه. ايوه. بتشتغل هنا كويس؟ ايوه الحمد لله. صحيح؟ ايوه الحمد لله. مش عايز اسالك اقول لك بتعمل ايه، لكن يعني يعني بتكسب كويس يعني؟ ايوه الحمد لله. عشان اسكندريه وضع وهنا وضع. هنا تقدر توفر شويه. اسكندريه اللي جاي رايح. الدنيا غاليه هناك مش كده؟ أيوة. الدنيا غاليه هناك. أيوة. انت مش عايز حاجه؟ اقول لك عايز بس يشوفوا لي رجلي دكاتره. عشان انا كنت بعمل الكليه بتاعت بورسعيد، فاشتغلت في السوق الحرايري فدخل في كل جسمي وحتى رجلي داخل في كعب الرجل. العلاج هنا مغلب يا ريس. يعني يروح للمستوصفات الدكاتره مش عارف. تسلم عينك يا ريس. الله يخليك. الله انا عايز سلامتك بالدنيا كلها. الله يسلمك. انا كفايه ان انا شفت سعادتك بس. احنا كفايه اسعد يوم في حياتي النهارده ان شاء الله. كلنا مبسوطين. الله يسلمك. احنا مبسوطين قوي اللي احنا شفناه. انا سعيد. يعني اسعد يعني من السعاده. انتوا اهل وناس. الله يكرمك. الله يخليك. والله العظيم. ربنا يعينك على كل احنا مش غلبان. بنصدق اللي بنشوفه يا ريس. النهارده عرفنا ان دي حاجه. تعالي يا جميله تعالي. تعالي. اسمك ايه؟ ايوه. أنا هنا. هنا؟ اه. مش عايزه حاجه؟ لا عايزة سلامة. سلمي. سلمي يا بنت ما تخافيش. سلمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب
انا اسمك ايه؟ آدم. ادم. وانت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. انت في سنه كام يا عبد الرحمن؟ ثانيه؟ بتذاكر أنا كويس؟ داخلة أولى. داخله اولى؟ بتذاكر كويس؟ أنا داخلة 5. ما شاء الله ما شاء الله. بتلعبوا رياضه ولا لا؟ لا. المدرسه كويسه؟ صحيح؟ حلو. ها؟ انتوا اخوات كلكم؟ لا. مين؟ اصحاب بس. وانت اسمك ايه؟ أنا مدرسة حكومية. أنا ده أخوي. اخوك انت اسمك ايه؟ اسمك؟ عدي. عدي. اسم جميل يا عدي. وانت في المدرسه كلكم في المدرسه مش كده؟ عمو أنت تيجي تلف على البيت كلها؟ والله نفسي الف على البيت كلها. والله نفسي الف على البيت. يا ريت. المهم انا شفتكم. ازيك؟ ما شاء الله. اهلا ازيك؟ سنه كام يا جميله ولا لسه؟ حضانه. اهلا وسهلا. مش عايزه حاجه حلوه؟ مش عايز حاجه؟ السلامة بقى. صحيح. السلامة. ربنا يسترها معاك. اللهم امين. مش عايزين حاجه يا اخوانا. كل اللي انتوا قلتوه هنا. بالله عليك. لا اله الا الله. راجل يعني يا نهار ابيض. جبت ال60، عايز اعيش بكرامه زي ما حضرتك بتقول كرامه. عايز اعيش بكرامه بقيت عمري. بس يا باشا، بس ربنا يجعلك لمصر. حتة أرض عندي بتاعتي من 2012. فين؟ أنا باني فيها أوضة هنا في العشوائيات. بس هو يا فندم لو كان انا انا شغال في زيت القديم يا فندم بتاع العربيات، انا بلم زيت القديم هنا من الامن المركزي ومن القطاعات ومن كله. لو كان انا يا فندم يبقى كده يعني انا عامل فيها اوضه، هو ما حدش زلالي ما حدش يعني انا لا بلم فيها حاليا وقاعد. بس هو كان ولادك ولا لا؟ معايا 3 اولاد، ريان وركان ويوسف. ربنا يخليك يا فندم. معلش ليه؟ انا موجود هنا عشان اخدم يا ابني. ربنا يخليك لمصر. كل الناس بتحبك يا عم. والله كل الناس شكرين. مش عايزين حاجه؟ ربنا يديك الصحة. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! بانادول إكسترا بيدعم الشخص القوي وبيساعده يتجاوز الصعوبات من غير ألم. الأوقات الصعبة ما بتستمرش، القوي بيستمر. فاكره الشبع؟ لسه بدري. لو فاكرنا وصلنا لاخرنا برضه لسه بدري. انت كمان اتحدى نفسك من على انا فودافون، وفودافون هتقربك لحلمك. قوتنا ان مفيش حاجه تقدر توقفنا. فودافون، مع بعض اقوى. الصيف ده اول ما تنزل ابلكيشن طلبات هتاخد 70 جنيه خصومات. 70 جنيه 70 وبلبط. برجر شاورما صيف وزقط. علشان طلبات نزل ابلكيشن طلبات واستخدم كود سمر 70 وليك 70 جنيه خصم على اول اوردر. دوس طلبات تتنغنغ اوفرات. طلبات. مش مواعيدك دي يا سيمان. مش اكلتك ولا دي جريتك. وشك مخطوف كده ليه؟ الشغل تمام؟ شكلك مرهقه قوي يا مدام. مش ده ايمن بتاع زمان. خليك جاهز كل يوم لاي حاجه في اليوم. خليك ليميتلس، مكملات غذائيه لنشاط وصحه وتركيز وطاقه اكتر لحياه كل يوم. ليميتلس ناتشرالز، جاهز للحياه. في وسط أزمات كتير مر بيها العالم كله، ما كانش ينفع نقف أو نستسلم ثانية واحدة. في 2020 افتتحنا مبنى جديد علشان نقدر نستوعب أطفال أكتر، وزودنا 30 سرير طوارئ علشان نخدم أطفالنا بصورة أحسن. زودنا عدد السراير 380 سرير. رغم الظروف الصعبة استقبلنا في 2020 3356 حالة، بزيادة 84 حالة عن السنة اللي فاتت. عملنا 4464 عملية جراحية لأطفالنا، منها 1190 عملية سرطان مخ و65 عملية زرع نخاع. رغم الظروف الصعبة استقبلنا 149,260 في العيادات الخارجية.
باقي يوم واحد للعرض الجنوني من فلاش وين. العب واربح $1000 كل أيام الأسبوع إلا الثلاثاء، لأن جائزة الكاش الفوري ستصبح 5 أضعاف. هذا يعني $5000. كل ما عليك هو الإجابة الصح على 10 أسئلة ب100 ثانية فقط. جرب إحساس فلاش وين. اشترك الآن بإرسال كلمة فلاش إلى الرقم المرادف لبلدك. الاهلي دايما طبعا، واحنا كمان بنحب بس احنا بقالنا اسبوعين الحمد لله ما بنهنيش الاهلي. يعني انت فاهم ازاي؟ على سبيل التغيير، يعني انا عشت حياتي اللي هو ايه، الاسبوع ده بهني الاهلي، وبعدين الاسبوع اللي وراه بهني الاهلي، وبعدين بعد كده بهني الاهلي. الاحتفال بالتاسعة بعد يومين. ايه التاسعة دي؟ النجمة، هنعمل لها احتفال ان شاء الله. مش فاهم. النجمة التاسعة. ليه هتيجي منين دي؟ مفيش، ما خدناش نجمة تاسعة؟ حتى ان شاء الله خير. خلاص ماشي، انا اهو حضرتك اهو. احنا ان شاء الله خير. ان شاء الله. تقلقش. مفيش أحلى من إنك تعمل اللي أنت عايزه في الوقت اللي أنت عايزه، وأنت مطمن على حياتك مع كل حبايبك. الحياة فيها كتير، بس مش كتير عليك. اسأل طبيبك النهاردة عن الأدوية المتاحة لعلاج السمنة. نوفو نوردسك. فكرك شفت آخر الشياكة؟ لسه بيعلي وبقى علامة. لو فاكرنا وصلنا لآخرنا لسه بدري. انت كمان اتحدى نفسك من على انا فودافون، وفودافون هتقربك لحلمك. قوتنا ان مفيش حاجة تقدر توقفنا. فودافون، مع بعض اقوى. الصيف ده كل ما تطلب من طلبات ليك لحد 50% خصومات. 50 في بيتزا، 50 لازانيا، خلصت واحدة نغنغ بتانية. علشان طلبات عروض وخصومات من طلبات لحد 50%. بوس طلبات تتنغنغ اوفرات. بانادول اكسترا بيدعم الشخص القوي وبيساعده يتجاوز الصعوبات من غير ألم. الأوقات الصعبة ما بتستمرش، القوي بيستمر. وشك مش عاجبني. خليك في أحسن حالاتك مع ليميتلس مان ماكس. صحة ونشاط أكتر كل يوم. ليميتلس ناتشرالز، جاهز للحياة. عندما ينطق الفيليه بكل ما فيه، قطعة بيضاء تسرق الأضواء، مليئة بأسرار الدقيق والبهارات، محبحبة بحبات وحبات، رحلة طويلة لا ينقصها تفصيلة. تشيكن فيليه كوكي جولد الجديد، تفاصيلنا يعرفها اللي معاشرنا. الصيف ده كل ما تطلب من طلبات ليك لحد 50% خصومات. 50 في بيتزا، 50 لازانيا، خلصت واحدة نغنغ بتانية. علشان طلبات عروض وخصومات من طلبات لحد 50%. بوس طلبات تتنغنغ اوفرات. عودا حميدا. فرح جابت احلى نونو في الدنيا، فريد، بس دلوقتي محتاره ما بين شادي ابو ابنها وبين طارق خطيبها نديم. انا بحبكم انتوا الاثنين، بس فرح ونديم علاقتهم ما كانتش على ما يرام. لما المستشفى لقت عينه تانية لشادي. طب العينه تجيلي حالا، وعاليه كبرتها في دماغها. لو عندك اي فرصه تقدر ترجعكم تاني لبعض استغليها. يعني اب وام وابنهم، انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ انت هنا عشان ابنك وانا هنا عشان فرح. اوبا. شادي كان عامل قلق وعايز يبقى موجود اكتر في حياه فريد. فرح، انا قلت لك ان انا هدفع الفرد، بس فريد يبقى جنبي، ما يبقاش في العشوائيات. ده عشان اللي طارق يا بابا. تفتكري مين يعرفك اكتر، انا ولا شادي؟ الماتش ده ان شاء الله يفضل شغال كتير. ان الاوان نحط حد القصص الحب المثيره اللي في المسلسل. طارق ولا شادي؟ ما تيجوا نشوف. الآنسة فرح الموسم الثاني من الحد للخميس 9 مساء على MBC مصر.